السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبسعاده واحسن حال يا رب. بكره العيد، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم في احسن حال. ربنا يعيد عليكم الايام بالخير يا رب. النهارده حبيت اشارك معاكم كده شويه تنظيفات سريعه عشان نفرش بقى فرش العيد ونستقبل العيد كده وبيتنا كله نظافه وريحه حلوه. عشان الناس اللي لسه مكسله لحد دلوقتي، او الناس اللي كانت فاكره ان لسه بكره الوقفه اللي هو الجمعه يعني. ناس كتيره جدا كانت فاكره ان الجمعه الوقفه والعيد هيبقى السبت، بس ظهرت الرؤيه ان الحمد لله بكره العيد، اول ايام عيد الفطر المبارك. ربنا يعيده عليكم بالخير يا رب. اول حاجه كده انا كنت محتاجه انضف الشبابيك. طبعا انا كنت منضفه الشقه تنظيفه رمضان اللي هو قبل رمضان بكام يوم، فالشقه ما اتبهدلتش قوي. فانا كنت محتاجه اعمل حاجات بسيطه كده، في حاجات صراحه عملتها سريعه، وفي حاجات كانت محتاجه تنظيفه عميقه يعني. اول حاجه بالنسبه للشبابيك، انا هنضف معاكم شباك واحد بس وهكمل الباقي كده مع نفسي. اول حاجه جبتها الفرشه بتاعت الشيش دي، نضفت بيها الشيش كويس من اي تراب اي حاجه فيها. طبعا الشبابيك محتاجه تتنضف على طول، خاصه الايام اللي بيكون فيها رياح وعواصف وكده. وفي اسكندريه كمان الايام اللي فاتت دي كانت في نوات كتير ورا بعض، فكانت في تراب كتير كده كل يوم. فانا مستنيه كده كل الحاجات دي تخلص، وقلت انضفه بقى كده تنظيفه كويسه على العيد بالمره. نضفته بالفرشه الاول، وبعدين جبت الفوطه مبلوله ميه، ومبلوله كمان شويه من الصابون السائل اللي هو الفيبا. ونضفت كده سطر سطر كده في الشيش زي ما انتم شايفين. بحب انضف كده واحد واحد. لا اما احب اجيب الخرطوم صراحه وارش كده الشيش كله واغرقه كده، بس عشان الناس اللي تحت وكده، وكنت بعمل بالنار زي ما انتم شايفين. فطبعا في ناس رايحه وجايه وكده، فقلت مش هينفع. وان انا اشيل الشيش ادخله الحمام واغسله، صراحه الفكره دي صعبه جدا جدا بالنسبه لي، ما اقدرش ان انا اعملها. الشيش تقيل جدا، اخاف صراحه ان انا ارفعه مكانه يقع على حد في الشارع، يقع عليا، هيبقى في كوارث. فبلاش يعني، احنا ننضفه كده هو مكانه لحد ما يكون في حد موجود، مثلا ممكن حد يشيلهولي. المهم نضفت كده الشيش من جوه، وحاولت انضف كده من بره على قد ما قدرت، بس مش عارفه ما جاتش معاكم ليه. المهم نضفت كده من جوه كويس، ونضفت الازاز والسلك. طبعا السلك انا نضفته بالفرشه كده، شلت معلقه ايه تراب او اي حاجه. وكملت تلميع بقى الازاز كله جوه وبره. خلصت الشباك وقفلته بقى كده، وقلت اشتغل في الاوضه جوه. كنت محتاجه اغير الملايات. دي كانت دفايات، عشان الايام اللي فاتت دي كانت الجو ساقع في اسكندريه، وحاليا الجو ساقع في اسكندريه على فكره. انا عارفه في محافظات كتير صيفت والجو عندهم حر وكده، بس في اسكندريه الجو لسه ساقع والله يعني. بس انا قلت اشيل الدفايات برضو، لان خلاص بقى اشيلها كده واشيلها فوق الدولاب، ونفش بقى فرش الصيف والعيد وكده. على فكرة الروتين ده كان تقريبا كده من يومين، بس انا قلت اجمع لكم كده شوية حاجات تشجعكم وانزل لكم كده في فيديو واحد، لان مش بصور كل حاجة، بصور بس حاجات كده تشجعكم. لمعت بقى ظهر السرير كمان كده، الحتة الجزء اللي هو الجلد ده بفوطة مبلولة مية، والجزء اللي هو الخشب ده لمعته برضه، فضل يتلمع بملمع خشب، بس انا لمعته برضه فوطة فيها مية، عشان الدكتور منعني من اي منظفات ولا اي روايح خالص. المهم بقى رحت اختار كده ملايه، مش عارفه الدولاب كان معصلك معايا ليه، كنت بتخانق مع الدولاب مش عايز يفتح. اتاري في حاجه في الضرفه التانية كانت واقعه سد الدولاب. المهم كده كنت بختار ملايه، قلت اختار مش عارفه اختار ايه بصراحه. قلت عايزه حاجه كده مناسبه للعيد، تكون كده فيها حاجه كده مبهجه. فطلعت المرايه اللي عليها ميكي ماوس دي، جميله بصراحه كده، حسيتني ببهجه. والملايه دي على فكره اول مره افرشها اصلا، ملايه جديده. وفيها حاجة حلوة قوي بقى، ان فيها من الاربع جوانب فيها استك زي ما انتم شايفين كده، بينزل كده وبيتشد على المرتبة. بتبقى الملاية مشدودة جدا، وبصي اتنططي عليها بقى، عندك اطفال راحوا وجم عليها. الملاية اصلا محكومة من تحت من الاربع جوانب، بصراحة حلوة جدا. يعني لو لقيتوا الملايات دي بتتباع هاتوها تحفة. نصيحة بقى لكل العرايس المتجوزين جداد، او البنات اللي لسه هيتجوزوا: ما تفرشوش او تستخدموا كل حاجاتكم في اول الجواز. مش كل اسبوع تنزلي ملاية جديدة وتفرشيها وكده فرحانة بقى بحاجتك وكده، لا. افرشي كده في الاول كام ملاية، افضلي بدلي فيهم، وفي كل عيد كل مناسبة تيجي عليكي طلعي ملاية جديدة، حسيتي نفسك كده انك اشتريتي حاجة جديدة. بصراحة بتفرق جدا. يعني انا هو متجوزة مثلا بقالي قد ايه، داخلة على 4 سنين، وعندي ملايات كده لسه كتير جديده ما استخدمهاش كلها. انا اصلا بستخدم كده كام ملايه ببدل فيهم، وفي الاعياد اطلع ملايه جديده. مثلا في راس السنه اطلع ملايه جديده كده. تمام. وكذلك برضو في حاجه المطبخ، يعني مش طلعي كل الكاسات وكل الكوبايات تحطيها في المطبخ تستخدمي فيهم، لا. برضو في الاعياد طلعي طقم كاسات جديد، طلعي طقم كوبايات جديد، اطباق. مش كل حاجه تطلعيها كده كلها مره واحده، عشان ما تبقاش الحاجه كلها راحت زهوتها. تمام. زي ما قلت لكم بقى الاستك اللي في الجناب ده تحفه والله العظيم، عجبني قوي قوي. الملايه انا فرشها بقول لكم بقالي يومين، مسطره على السرير، ما اتحركتش من مكانها خالص زي ما انتم شايفين اهو. وشكلها جميل كده ولذيذ، وادتني بصراحه بهجه كده للعيد.
وشلت بقى المشاية اللي كانت بين السريرين وكنست الارض اللي بين السريرين دي، ولمعت الكومودينو اللي هناك دوت، ولمعت كمان السرير التاني. بس ما جبتش كل الكلام ده معاكم، انا بختصر لكم الفيديو عشان خاطر بس اشجعكم، اديكم كده تشجيعه كده، الناس اللي مكسله او الناس اللي ما عندهاش طاقه تتشجع كده وتقوم تشتغل معايا. بوريكم كمان السرير اهو، قصدي الشباك نضيف وزي الفل وبيلمع. السجاده بقى طبعا الشاج اللي حكيت لكم قصتها قبل كده ومقاساتها، مش هحكي لكم تاني. شلتها طبعا كده، وهخش بقى اتعامل معاها في البلكونه تنظيفه الفظيعه بتاعتها. وهكنس الارض زي ما انتم شايفين، الارض كده في دبدوب كان بيطلع في الروح عندي، طلع مصارينه بره، فده القطن بتاعه كده وقع منه. فالحمد لله يعني. على فكره انا كمان كنت كانسه قبل ما اشيل السجاده، كنت مكنساها بالمكنسه، ولما شلتها بقى على فكره ما فيش تحتيها حاجات كتير، لان انا كنت لسه اصلا منضفه قريب تحت السجاد وكنسه ومسحه كله. هو بس كان القطن بتاع الدبدوب ده اللي هو كان بهدل الاوضه، فكنست كده كل حاجه وظبطتها وسبت الاوضه بس انها تتمسح وتتفرش وخلاص على كده، كل حاجه فيها تمام. دخلت بقى على المطبخ، كنت محتاجه ان انا اغسل الرخامات. شلت كل حاجه على الرخامه، ما جبتهاش معاكم بقى، انا قلت اجيب لكم كده المختصر المفيد. شلت كل حاجه على الرخامه، وجبت بقى الاسبونشه بتاعتي دي، وغسلت كده الرخامه بالحيطه اللي وراها. انا زي ما قلت لكم ان انا على طول ايدي في الرخامه والحيطه اللي وراها، يعني مثلا عملت اي حاجه طرطشت على طول بفوطه مبلوله ميه، اروح مسحه الحيطه مسحه الرخامه على طول، يعني ايدي فيها على طول. الرخام ده كمان ما ينفعش تجيبي فيه سلك، لان فيه طبقه كده بتلمع على الوش، لو جبت السلك هيشيل الطبقه اللي بتلمع دي وهيطفي، يبقى شكله مش حلو. فهي سبونشه بس، مش محتاجه سلك ولا حاجه، هي سبونش وشويه كده صابون سايل، وتلمعي بقى الرخامات كلها. شلت الصابون بقى كله كده بفوطه بلوله ميه، بقيت اشيلها واعصرها واغسلها وارجع تاني المع بيها. كملت الحيطان كلها في المطبخ كده زي ما انتوا شفتوا. ممكن بقى ما تخلصي بقى التلميع ده كله بشويه زيت جونسون، وتحطيهم على الرخامه وقطنه او منديل، تلمعي بقى الرخامه كلها، بتخلي الرخامه بقى بتفضل معاكي كام يوم بتلمع، يعني جيت عليها ميه جيت عليها اي حاجه بتمسحيها بفوطه، بس الرخامه نفسها بتكون بتلمع معاكي. عودي نفسك بعد اي حاجه تعمليها على الرخامه امسحيها على طول، ما تسيبيش الحاجه تقعد تتراكم وتعمل بقى دهون فوق بعضها وكده. عملتي اي حاجه بشويه صابون سائل صغيرين والسبونشه، مسحه كده على الوش، بتلاقيها طلعت معاكي مش محتاجه اي حاجه، وتجيبي فوطه وتلمي بيها الصابون وتشطفيها وتعصريها وتلاقي الدنيا تمام معاكي. قلت لمع كمان كده ذره في المطبخ. انا على فكره بجيب معاكم حاجه واحده بس وانا بكمل مع نفسي، انا بس بديكم كده تشجيعه وشويه افكار. الفوطه بقى اللي كانت معايا بليتها شويه صابون سائل صغيرين خالص، والباقي ميه، يعني حبه صغيرين خالص والباقي كله ميه، عشان بس تديني اللمعه. ولمعت بيها زي ما انتوا شايفين كده ضرفه في المطبخ. لمعت الضرفه اللي هي الازاز دي، والضرفه التانية جيت المعها حسيت فيها كده بصمات مكان ايدي، فجبت الاسبونشه على طول على السريع اللي فيها صابون السائل، واديت لها كده ايه مسحه. كانت تمام معايا وزي الفل. وكمان بمسح اللي هو المقابض بتاعت الظرف، وبتبقى كل حاجه تمام، يعني ما دام ايدك في الحاجه على طول هتلاقي كل حاجه معاكي سهله وسريعه. قلت كمان امسح كده الاجهزه اللي ايدي فيها على طول اللي بتتبهدل، ممكن اكون مستعجله بعد ما اخلص مثلا وما الحقش امسحها. مش كل مره بصراحه ان انا بعد ما اخلص اروح مسحه الحاجه، ممكن اكون مستعجله، ممكن اكون مثلا عايزه اعمل بسرعه تعبانه فبنجز، اديت لها كده مسحه حلوه بنفس الفوطه دي برضو، مبلوله شويه صابون سائل صغيرين خالص، يعني ممكن نقطتين 3 على شويه ميه، ولمعت بيهم الخلاط ده، موتور الخلاط نفسه. وبعدين جبت منديل ونشفت بيه بقى كل الميه اللي كانت فيه. هجيب بقى الودانه دي، زي ما انتوا شايفين ان موتور الخلاط فيه زي دخلات كده اللي بيخش فيها الشفشق. دي ممكن يكون فيها مثلا عصير واقع، فيها حاجه مثلا مدلوقه مزنوقه جوه، بجيب كده الودانه واطلعها بيها، متاخدش وقت معايا خالص وبتبقى سهله كده وسريعه. جبت كمان العجان ده، قلت امسحه على السريع برضو بنفس الفوطه بنفس الصابون السائل بالميه اللي فيها، ومسحته كده، لاني ساعات لما بستخدمه ممكن يطرطش عليه شويه دقيق شويه اي حاجه يطرطشوا عليها من المطبخ عامه يعني يتبهدل. فقلت امسحه برضو كده على السريع، فكيت الموتور بتاعه اللي من فوق كده وقلت امسحه، لان ساعات بلاقي حاجات مزنوقه فيه مش عارفه بتزني من ايه دي، بس ما علينا يعني. وشلت كمان الحله بتاعته اللي هي الاستانلس دي، غسلتها على الحوض ونشفتها وركبتها تاني. وقلت لمع كده على السريع، بما اننا داخلين على عيد بقى تبقى حاجه كده نظيفه معاكي والحاجه كلها عندك متلمعه. هخلص بقى تنظيف العجان، والحاجات كلها اللي انا شلتها من على الرخامات انا حاطاها ناحيه الحوض عشان اغسلها. كل الحاجه بقى اللي انا ببقى حطاها على الرخامه اللي هي بتبقى للزينه، او اللي انا مثلا ببقى حطاها ديكورات كده على الرخامه، زي ما انتوا شايفين طقم القهوه اللي هو فناجين ملونه دوت، ده بيبقى شكله تحفه جدا على الرخامه، بس طبعا بيتبهدل لانه معرض بقى اللي انت بتقلي حاجه زيوت تراب، لازم يتغسل اول باول ما دام انت حاطاه على الرخامه مش في ضرفه نفسها ومقفول عليه. شلت كده الفناجين كلها غسلتها، وغسلت الحامل كمان،
والاطباق بتاعتها. وفي كمان الطقم الاحمر اللي شايفينه ده على جنب، طقم الشوك ومعالق وسكاكين وكده برضو بحطه على الرخامه. وفي الطقم اللي هو التوابل اللي على الشمال ده شايفينه، طقم كده 3 توابل اللي هو شاي وسكر وقهوه. والطقم اللي هو هناك على اليمين ده طقم التوزيع السيليكون برضو بحطها على الرخامه. لو لاحظتوا ان انا حاطه على الرخامه حاجات كلها الوان، يعني الالوان بتديني بهجه بصراحه، بحب الالوان كده على الرخامه. وطبعا لازم وانا بعمل اي حاجه لازم تحصل اي كارثه اي حادثه كده بسيطه، بس الحمد لله بسيطه، يعني الفنجان كده حته منه اتكسرت الحمد لله، مش كله اتكسر، فالحمد لله بتيجي على قد كده يعني. بس كده دي شويه افكار كده حبيت اديها لكم النهارده. سيبك بقى من كل اللي عدى ده، زي ما اهتميتي انك تنضفي بيتك واهتميتي تنضفي بقى وتمسحي وتكنسي وتلمعي وكل الحاجات دي، اهتمي بنفسك. اوعي تنسي نفسك في العيد، اوعي تنسي تهتمي بنفسك وبنظافتك وبريحتك وبكل حاجه. خدي شاور حلو كده، اعملي حمام كريم، اعملي بيبي ليس، اعملي سشوار لو عندك او مش عندك، ما عندكيش لفي شعرك كده طاقيه وفريزيه يبقى شعرك حلو ومفرود. ممكن تاخدي مثلا تعملي حمام مغربي في البيت، ما عندكيش الحاجات دي ممكن تعملي سكراب بقهوه وسكر وشويه زيت زيتون، شويه عسل نحل بشويه سكر، اي حاجه اعملي بسكراب كده لجسمك. حطي كده برفان، حطي شويه مكياج حتى لو بسيط في البيت، البسي بيجامه حلوه، حطي حاجات توك في شعرك كده شكلها حلو، يعني انت كمان افرحي بالعيد. ربنا يجعل كل ايامكم عيد يا رب وسعاده وفرحه. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعالي حلو زيكم. مع الف سلامه حبايب قلبي، في حفظ الله، كل سنه وانتم طيبين.